مدينة تاراجونا في اسبانيا. دي مدينة موجودة في شمال شرق اسبانيا، بتبص على البحر الابيض المتوسط، واسمها باللاتيني تاراكو، ومن هنا جه اسم العربية اللي معانا النهارده. كعادة سيئة يعني بيسموا عربياتهم باسامي المدن الاسبانية زي ليون، ايبيزا، توليدو، اتيكا وهكذا. النهارده احنا موجودين في معرض بي اوتو اللي موجود في منطقة شيراتون عشان نتفرج على السيات تاراكو وهي واقفة كده بالظبط. خلينا نتفرج عليها. في 2018 سيات قرروا يخشوا فئه الميد سايز اس يو في او الاس يو في متوسط الحجم بالعربيه اللي معانا النهارده اللي هي السيات تاراكو. اعلنوا عنها في معرض باريس اوتو شو. طيب العربيه زي ما قلنا هي متوسطه الحجم اس يو في او اس يو في ميد سايز، فهي بالتالي هي بتنافس البيجو 5008 والسكودا الكودياك، والحقيقه ان هي مبنيه على نفس قاعده العجلات او نفس المنصه اللي اسمها ام كيو بي اي 2 المشهوره جدا في مجموعه فولكس فاجن اللي بيعملوا منها التيجوان وبيعملوا منها السكودا الكودياك والاودي الكيو 3 وهكذا يعني. فبالتالي هي اخت التيجوان واخت برضو السكودا الكودياك، ولكن باختلاف بس التصميم الخارجي والداخلي، ولكن حتى نفس الموتور ونفس الفتيس. العربيه دي بتجيلنا من المانيا من مصانع فولكس فاجن في وولفسبرج، وهي بتيجي باربع فئات في مصر. اول فئه الستايل سعرها 535، تاني فئه الستايل بلس سعرها 585، والفئه اللي معانا النهارده الاكسلنس سعرها 635، واخر فئه اللي هي اف ار وسعرها 665. طيب زي ما قلنا كده هو نفس الموتور اللي موجود في التيجوان ونفس الموتور اللي موجود في السكودا الكودياك، 4 اسطوانات 1400 سي سي توربو او تقنيه تي اس اي، بيخرج 150 حصان عند 5000 ل 6000 لفه في الدقيقه وعزم 250 نيوتن متر من اول 1500 لفه في الدقيقه لحد 3500 لفه في الدقيقه. متوصل بفتيس دي اس جي من 6 سرعات او ثنائي القابض يعني ويت او مبلل، يعني في تبريد زيت ما فيهوش اي مشاكل، نفس الفتيس برده اللي موجود في العربيتين اللي قلناهم. والعربيه تقدر تتسارع على هذا الاساس من 0 ل 100 في حوالي 9.4 ثانيه. السرعه القصوى للعربيه 199 كم في الساعه، والمفروض الموتور ده بيقدر يستهلك بنزين حوالي 7.3 لتر كل 100 كيلو، وسعه التانك البنزين هنا 58 لتر. طيب ده كده شكل العربيه من قدام. واضح قد ايه شكل العربيه هجومي، بالذات بالتكشيره بتاعت الفوانيس مع البوز بتاع الاكسدام والشبكه الكبيره جدا بتاعت الاكسلنس، بالذات ان هنا الشبكه دي جلوسي كروم بيسموها، ودي موجوده في فئه الاكسلنس بس. لو تاخدوا بالكم هنا برضو علامه سيات معموله كده بالبراش ميتال او هي مط في التحديد يعني. فخطوط الكبوت كمان حاده جدا، فتصميم العربيه كعاده عربيات سيات يعني في تكشيره كده وشكله هجومي وحلو قوي الحقيقه. كمان فوانيس العربيه هنا طبعا برضو كعاده عربيات سيات الجديده فول ال اي دي، وعندك الداي راننج لايت او الانوار النهاريه اللي هي برضو بتستخدم كالاشاره زي ما انتم شايفين دلوقتي كده برضو لو انت مشغل الاشاره. الفوجات اللي تحت برضو بتاعت العربيه هي فوجات ال اي دي وفيها خاصيه الكورنرنج لايت، يعني لو انت بتلف في ملف مثلا بسرعه واطيه او تاخد يو تيرن او حاجه يبتدي ان هو ينور معاك في الاتجاه اللي انت بتلف فيه. والعربيه برضو فيها كاميرا اماميه عشان العربيه هنا في الفئه الاكسلنس وفئات الاف ار كمان فيها كاميرا 360 درجه. الاكسدام من تحت كده برضو فيه حليه من الكروم او حليه من بلاستيك شبه الكروم، عامله طابع رياضي وشكل رياضي حلو للعربيه مع ديفيوزر تحت كده شكله برضو ظريف يعني. هنلاحظ هنا برضو في سنسور عشان ده بتاع البارك اسيست، لان العربيه في الفئه دي بيبقى فيها البارك اسيست او هو المساعد للركن. طيب لما تيجي تبص على العربيه من الجنب هتشوف قد ايه العربيه ضخمه وطويله. طول العربيه هنا 4 متر 73 بالظبط، وعرض العربيه متر 83، فهي عربيه ضخمه يمكن مش عريضه قوي ولكن طولها كبير. قاعده العجلات هنا 2 متر 79، ورقم برضه كبير، معنى كده ان في مساحات داخليه كويسه. وكمان هي عربيه عاليه جدا، ارتفاع الخصوص الارضي بتاع العربيه 19 سم، فده رقم كبير برضه. بصوا كده على المساحات الزواجيه بتاعت العربيه هتلاقيها ضخمه جدا، بالذات الشباك اللي ورا تحسه كبير قوي، يعني تحس ان اللي قاعد ورا لو فتح الشباك كانه قاعد على شباك اوضه النوم مثلا او حاجه ضخمه جدا يعني.
طبعا العربيه هنا فيها مرايات LED، وكمان بيجي تحت هنا فيها الكاميرا، عشان العربيه فيها كاميرات 360 درجه بتبين لك الاجناب بتاعه العربيه. وفيها برضو هنا بروجيكتورز، اما تيجي تنور العربيه او تفتح العربيه بالمفتاح او حاجه بتطلع لك علامه هولا على الارض، او يعني كلمه هولا او كلمه هلو بالاسباني يعني. بالنسبه للجنود بتاعت العربيه هنا في فئه الاكسنس بتيجي جنود 19 بوصه، مقاس الكاوتش 235 على 50. طبعا كل بقى متعلي الفئه زي الاف ار مثلا توصل ل 20 بوصه، كل ما تبقى ترفع اقل تاخد ايه كاوتش اقل يعني، او جنط اصغر. طبعا اكيد مش محتاجين نقول العربيه فيها فرامل اماميه وخلفيه ديسكات، ونظام التعليق في العربيه امامي ماكفيرسون ستروت، وخلفي مالتي لينك. لو بصيت تحت العربيه هنلاقي فيه هنا العتب فيه حته من النيكل كروم، وتحت هنا حته من الفبر عشان يحمي العتب بتاع العربيه. وكمان في ميزه ان انت لما تيجي تفتح العربيه هتلاقي ان العتب ده او الحته دي من الباب مغطيه العتب بتاع العربيه، بحيث ان هي تحمي العتب من ان هو يتوسخ، بحيث ان انت لو داخل وخارج من العربيه ما يتوسخش يعني، او ما يوسخش البنطلون. دي حاجه كويسه جدا الحقيقه. والعربيه برده هنا فيها حليات من الكروم حوالين الازاز بتاع العربيه، والروف راك هنا برده بيجي من الالومنيوم، او يعني شكل الالومنيوم كده، بلاستيك لونه سيلفر من بدايه الفئه اللي هي الاكسلنس. طبعا المرايات هنا برده كهرباء، ضم وقفل كهرباء، فيها تسخين طبعا للمرايات. تصميم العربيه من ورا برده شكله مميز الحقيقه، حلو جدا. الفوانيس ال LED اللي بعرض الطول بتاع العربيه، وعلى فكره ده الشكل اللي هنشوفه بعد كده في السيات ليون برده موديل 2021. كلمه تراكو هنا مكتوبه بفونت كده شكله روش وحلو قوي يعني، وعلامه سيات برده اللي معموله بالبراش ميتال او مط كده شكلها حلو. الاكسدام بتاع العربيه عريض، وفي فتحتين تحت كده يعني هم كانهم فتحتين شكمان، لكن هم مش فتحتين شكمان حقيقيين، انما في فئه الاف ار بيجوا بقى حقيقيين. طبعا العربيه فيها سنسور باركينج خلفي اسف. برضو العربيه فيها كاميرا هنا خلفيه، عشان زي ما قلنا كده العربيه فيها كاميرات 360، بس هنا فيها كاميرا خلفيه. وفيها برضو نازل كده او جزء رشاشات ميه عشان تنظف الكاميرا بتاعت العربيه من ورا. في سبويلر ورا كده برضو خفيف، ما هواش زي بحجم بتاع الاف ار، ولكن برضو في سبويلر بسيط ورا. وشكل العربيه من مجمل ورا عريض، وشكلها حلو جدا الحقيقه، ومميز جدا عن بقيه عربيات المجموعه برضو. طيب مساحه الشنطه هنا لو انت في الفئه اللي هي الاكسلنس، او بدايه حتى من الفئه اللي هي ستايل بلس اللي هي ال7 كراسي، بتيجي مساحتها 700 لتر. اما في اول فئه خالص هي بتبقى 5 كراسي بس، فبالتالي سعه الشنطه بتبقى 760 لتر. خلاص هنا ان الشنطه عمليه جدا، في حاجات هنا ممكن تعلق فيها الحزام بتاع العربيه عشان ما يقعدش يعمل صوت لو انت مش بتستخدم الكراسي الخلفيه يعني. عندك هنا مناطق برضو للتخزين لركاب الصف الخلفي، وممكن تنزل من هنا من الزرار ده الصف الخلفي بتاع الكراسي. ممكن برضو ده اسمه فولس فلور، ممكن ترفعه كده هتلاقي هنا في الستاره بتاعت الشنطه بتاعت العربيه اللي هي بتغطي الجزء ده، عشان هي لو انت حاطط حاجات في العربيه مش عايز حد يشوفها ممكن تغطيها من هنا. والعربيه بتيجي بالسبير تاير او الجنط اللي هو الاحتياطي بتاع العربيه، مقاسه طبعا اصغر من الجنط الرئيسي. الشنطه برضو فيها الخاصيه بتاعت الفتح بالركل او بالكيك، يعني ان انت ممكن تعمل كده بس فتقوم الشنطه فاتحه بالمنظر ده، وبتوقف نفسها على اخر ارتفاع للسقف. لو السقف اقصر من كده هي بتقف عنده، طبعا بتقفلها من الزرار ده. طيب ده كده الشكل المبدئي بتاع العربيه. قبل ما نخش نقعد جواها تعالوا نبص برضو بص على الخامات بتاعت الباب مثلا. شكل الباب تحس هو شكل العربيات الفولكس فاجن التيجوان مثلا او السيات برضو الاتيكا وحاجات يعني قريب جدا. تلاقي هنا طبعا سوفت تاتش ليدر، سوفت تاتش ماتيريال، هنا في حليه من كروم شكلها حلو، ودي حته كده كانها خشب لكن هي مش خشب طبعا حقيقي، ولكن يعني حليه شكلها حلو. مقبض الباب برضو من كروم شكله ظريف. العربيه بتيجي ب9 سماعات بيت، ساوند سيستم محترم جدا وسب ووفر. مقبض الباب هنا برضو ما هواش يعني هو جلد طري حلو جميل، والمقبض والحته دي برضو بتسند عليها كوعك برضو طريه. في هنا كده تجزيعه كده من الجلد شكلها حلو. تبتدي بقى الخامات هنا تقل شويه تحت بقى، تبتدي تقل هنا شويه وتخرفشه شويه. المكان التخزين ده كبير الحقيقه، ما هوش صغير، ممكن ياخد ازاز ميه كبيره مستريح، وجوه متبطن عشان لو حاطط مفاتيح او حاجه ما تعملش اي صوت يعني. الحته دي بس هي بلاستيك يمكن اقل سنه. وفي فئه الاكسلنس الحته دي مكتوب عليها اكسلنس، بس انا مش هينفع اشيل بس الستيكر عشان العربيه هنا زيرو في المعرض، لكن هنا دي زي ما انتم شايفين كده مكتوب اكسلنس. فئه الاكسلنس بيجي الفرش فيها بيسموه فيينا ليذر، هم السيات مسمينه كده يعني فرش جلد، عكس الفئات الاولانيه بيجي قماش في الكنتاره. في طبعا 3 وضعيات للذاكره للكرسي، في تدعيم للقطنيه وهو طبعا كهرباء، والكرسي برده الامامي كهرباء.
طيب مبدئيا كده ده شكل العربيه من جوه، دي شكل طاره العربيه. الديكسون بصراحه حلو، ماتيريال حلوه، جلد طري. وطبعا هي دي شيبت من تحت، او فيها الجزء اللي هو مقطوش ده وعلامه اكس هنا عشان اكسلنس، وجزء هنا من الكروم. وفي حركه كده حلوه في الديكسون الحقيقه، في الحته بتاعت الكلاكس، جزء كده خط وبعد كده ماشي هنا مكمل وماشي كده، شكله حلو ظريف يعني، مع حليتين من الكروم، تصميمه حلو الحقيقه. هنلاقي هنا برضو نفس التريم اللي شفناها في الباب، اللي هي شبه الخشب، دي موجوده في فئه الاكسلنس. بس على فكره فتحه التكييف هنا عليها حليه كده من الكروم شكلها، او دي حته حاليا يعني هي من البيانو بلاك وجواها كده من الكروم، تفاصيل ظريفه وحلوه جدا الحقيقه. هنا طري، الجلد طري هنا حلو، كل سوفت تاتش لادر ماتيريال، انت نفس التريم مكمله معانا. هنا بتبتدي ماده الخامه تقل شويه بس ده طبيعي يعني. وهنا ده درج او التابلو بتاع العربيه كبير جدا 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 يعني، وفي تبريد برضو. تعالوا كده ناخد نظره سريعه على العداد بتاع العربيه. ده شبه جدا اللي شفناه في السيات الليون، لو انتوا فاكرين عملنا لها ريفيو، شبهه جدا برضو. الجزء اليمين هنا بيتحكم في المعلومات اللي ممكن تشوفها على الشاشه، والجزء اللي على الشمال ده بيتحكم في الصوت والميديا يعني اللي في الشاشه اللي لسه هنتكلم عنها برضو. تعالوا نقرب شويه كده ونشوف. انت ممكن تغير هنا الفيو، تدوس كده يغير لك شكل العداد نفسه، هتشوفه باي طريقه يعني. وبعد كده الشاشه بتعرض لك بقى كم كبير يعني محترم جدا من المعلومات. لو قعدنا نقلب مثلا في الزرار اللي هو ده، يطلع لك مثلا البنزين اللي فاضلك قد ايه، المده اللي انت ماشيها، وهكذا. لو انت مشغل راديو، اي محطه انت شغال عليها، لو انت موصل التليفون بتاعك، وهكذا يعني. نفس الكلام اللي شفناه قبل كده في الليون تقريبا. هنا بتتحكم في الكروز كنترول، وكمان اللي بيعلي يوطي الصوت بتاع الساوند سيستم او الانفوتينمنت سيستم بتاع العربيه. وهنا الفويس كوماندز او تحكمات برضو التليفون نفسها. في هنا برضو زي عادة عربيات فولكس فاجن يعني، في هنا مفتاح النور التقليدي بتاعهم، وطبعا العربيات فيها سنسور نور. وفي هنا درج تخزين كده، والدركسيون بتاع العربيه بيجي تلسكوبيك 4 اتجاهات، جوه وبره وفوق وتحت. وفي هنا شيفتنج بادلز برضو كده صغيره، دي موجوده برضو في كل الفئات. ده النظام الترفيهي بتاع العربيه او الانفوتينمنت سيستم. شاشه نقائها حلوه الحقيقه، هي مقاسها 9.2 بوصه. وتعالوا نشوف كده بالظبط ممكن تعمل ايه. بتدوس هنا على الزرار ده كده، او تلمس هنا، يجيب لك بقى الحاجات اللي ممكن تعملها بسرعه: التليفون، الراديو، المعلومات عن الرحله اللي انت ماشي فيها. تدوس هنا مثلا لو انت موصل التليفون بتاعك، هنا تحكمات التكييف بتاع العربيه القدام والورا، وفي حاجه اسمها الاير كير اللي انت ممكن تنقي الهواء اللي جوه العربيه نفسه. طبعا برضو العربيه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو وميرور لينك، ان انت ممكن توصل التليفون بتاعك يتعرض زي ما هو بالظبط على الشاشه. وممكن تشوف بقى لو دوسنا على الزرار ده كده، بتبتدي تغير بقى الشكل بتاع الويدجتس او شكل الايكونز اللي بتطلع قدامك. ممكن تشوف معلومات عن العربيه من هنا، برضو الرحله اللي انت ماشيها، معلومات عنها، البنزين اللي فاضل لك قد ايه. ممكن تغير شكل العدادات من هنا مثلا، تشوف حالة العربية، برضو البنزين اللي فاضل قد ايه، لو في مثلا الصيانة بتاعت العربية فاضل عليها قد ايه. العربية فيها تاير بريشر مونيتورنج سيستم او نظام الضغط الاطارات او مراقبة ضغط الاطارات، ممكن تظبطه من هنا. فيها برضو هي خاصية الجستشر، انت ممكن تحرك الشاشة من غير ما تلمسها، يعني تعمل كده تتحرك معاك، بس هو يعني مش سريع، هو ساعات زي ما انتم شايفين كده ساعات بيجلي يعني. كمان العربية فيها ambient lighting، ممكن تظبط اللي انت عايزه، مثلا تظبط عند الباب بيبقى شدة اضاءته حاجة معينة، في برضه عند التابلو نفس الكلام، عايز تعليه او توطيه يعني. المرايات مثلا والمساحات وهكذا، عايز تظبط الحاجات بتاعتها. يعني النظام سهل وسريع سلس، مش ما هوش معقد يعني. وشاشة نقائها حلو، واستجابة الشاشة كويسة سريعة، دي ميزة مهمة جدا. ده كده شكل الكاميرا ال 360 درجة. لو دوست على أي جزء هنا هيجيب لي الكاميرا الجزء اللي هي بتبص عليه، الشمال، اليمين مثلا، ظهر العربية أكيد، والجزء الأمامي من العربية. وممكن أدوس على شكل أو الزرار اللي هو ال 3D ده، يبتدي يجيب لي شكل العربية بشكل مجسم أكتر، وغير الزوايا اللي أنا عايز أبص فيها على العربية. وتالي لو عملنا كده بتلف العربية برضو، بحيث انت تقدر وانت قاعد جوه العربيه تتفرج على اللي حواليك كله. لو انت قاعد مستني حد ولا حاجه وعايز تتسلى، ممكن تقعد تلعب في الموضوع ده، مسلي جدا. طيب نبص بقى على بقيه اجزاء الكونسول الوسطي. هنا هتلاقي برضه حته من البيانو بلاك ومع النيكل كروم حلو. فتحات التكييف الشكل التقليدي شويه بتاع مجموعه فولكس فاجن، شكله حلو. هنا بقى ده وحده التكييف، وهي الحقيقه شكلها حلو جدا وعجبني جدا ان هي تاتش. كل ده فيها طبعا تسخين للكراسي، كل ده بتاتش كده سكرين وبتنور.
كل دول تاتش. هنا برضه حتى التكييف نفسه معمول اوف، انت ممكن تبتدي تدوس بس كده تاتش هنا بيعلي، او انت تعمل دراج كده وتمشي صباعك كده يبتدي ان هو يقلل الحراره. نفس الكلام في المروحه، وبص حتى هنا بيعلي النور نفسه عشان يوريك انت ماشي في انهي او انت واقف عند انهي مرحله من المروحه يعني. طبعا فيها تسخين للكراسي زي ما قلنا، ودي هنا اعدادات كلها التكييف، ممكن تغير اتجاه الهواء لو انت مش عايزه اوتو يعني. العربيه هنا فيها شاحن لاسلكي وفتحتين USB تايب سي، وفتحه هنا مخرج 12 فولت. طبعا عربيه ستارت ستوب انجن. دي هنا وحده الفتيس، شكلها برضو اللي احنا اتعودنا عليه شويه من مجموعه فولكس فاجن، شكله حلو ومنظم كده. باركينج او الهاند بريك هنا كهرباء. الاوتو هولد هنا وضعيات القياده اللي انت ممكن تغيرها، ايكو او العادي او السبورت، او هنا اللي انت ممكن تظبطه على حسب ما انت عايز. العربيه فيها زي ما قلنا باركينج بارك اسيست تركن لوحدها، وهنا ده نظام الكاميرات ال 360 درجه. وبعد كده عندك هنا غطا بيقفل على منطقه تخزين هنا تانية، و2 كاب هولدرز بتدوس عليهم كده هنا فاتحين، وممكن تغيرهم بحيث ان هم ياخدوا مقاس الازازه او الكوبايه اللي انت عايز تحطها يعني، وتقفل عليهم تاني. وده المخدع التقليدي برضه بتاع مجموعه فولكس فاجن، اللي هو يعني متغير، ممكن تغير الدرجه بتاعته وتطلعه قدام وورا وهكذا. ومنطقه تخزين جوه برضه، ما فيهاش هنا اي مخارج USB او حاجه يعني. ومن فوق المرايه هنا فريمليس، طبعا فيها تعتيم ذاتي. وهنا انظمه التحكم في الاضاءه بتاعت الكونسول اللي فوق ده، هنا طبعا انوار LED شكلها حلو. وهنا الجزء بتاع السقف البانوراما ممكن تفتحه من هنا، ده اللي بيفتح كده الستاره، وده اللي بيفتح هنا السقف نفسه. ده كده شكل السقف البانوراما هو بيفتح، كبيره جدا طبعا السقف البانوراما، واخد تقريبا سقف العربيه كله. خامات الجزء الخلفي هنا اقل شويه، هنا بلاستيك بس مش خامه رديئه كويسه، وهنا برضو من النيكل كروم كده، ومقبض هنا نيكل كروم، والحته دي برضو من الجلد نفس قدام بالظبط، نفس الكلام هنا البلاستيك. العربيه فيها طبعا هنا مناطق لتثبيت كراسي الاطفال، نفس الجلد برضو اللي شفناه في الكراسي الاماميه. وعندك هنا مسند وسطي فيه 2 كاب هولدرز. حاجه نسينا نقولها، ان التكييف بتاع العربيه تريبل زون، 3 مناطق، منطقتين قدام ومنطقه ورا هنا. وفي حاجه حلوه جدا بقى، فيها تسخين للكنبه اللي ورا، دي حاجه نادره ما بنشوفها في الحقيقه يعني، بالذات في الفئه دي، لكن هي فيها تسخين للكنبه اللي ورا. ونفس الكلام برضو هنا في التكييف زي ما قلنا، ومخرج 12 فولت، وهنا USB تايب سي برضو. نفق الفتيس مش عالي قوي يعني، معقول، فبالتالي اللي في النص هيقعد، لو طفل مثلا او حد مثلا في عمره 10 12 سنه هيبقى كويس، اكبر من كده هيتضايق شويه، لان العربيه من ورا ما هياش عريضه جدا يعني، هي برضو زي ما قلنا هي متر 83، فهي مش عريضه قوي يعني. الانوار زي ما انتم شايفين كده بتاعت اللي فوق، برضو الكابينه من جوه برضو LED. وزي ما انتم شايفين كده العربيه برضو فيها هنا صينيه ورا كده او تري يعني، زي بتاعت الطيارات كده، شكلها حلو قوي. تحط عليها مثلا كوبايه، ان فيها برضو هنا كاب هولدر تفتحه كده، تحط عليها ايباد مثلا او حاجه. شكلها ظريف جدا، وممكن تتعدل بكذا وضعيه يعني، بتدوس هنا كده تنزل كده او كده، او تقفلها خالص. طبعا هنا في برضو جيوب كده للتخزين، هي بس صغيره شويه الحقيقه، ضيقه شويه، ولكن في جيوب للتخزين. المساحه الخلفيه هنا مريحه الحقيقه، انا مرجع الكرسي ده على اكتر من وضعيه سواقتي، وانا طولي 180 وعندي مساحه ركبه هنا كويسه جدا. الهيد روم برضو معقوله جدا، انا طولي 180 زي ما قلنا، وانا لسه عندي مساحه كافيه من الهيد روم يعني. الكرسي او الكنبه الخلفيه نفسها مريحه، وعندي هنا جزء للرجل كده مريح جدا، ممكن احرك رجلي او مشط رجلي ما يخبطش في الكرسي اللي قداماني يعني. والكنبه اللي ورا هنا دي بتتحرك، تطلع قدام ورا يعني، ممكن بالمقبض ده كده اروح انا مطلع الكنبه كلها قدام وارجعها ورا. طيب كنبه العربيه هنا بتتني بمدار 40 20 40، ولو انا عايز اخش للصف اللي ورا، في هنا عاملين لك حته كده تشد منها يعني. لو جينا نبص كده هنشد، هتلاقي الكرسي او الكنبه نفسها نزلت ورا خالص. ممكن بقى ايه، نجرب ندلق ورا كده ونشوف هتكفينا ولا لا يعني. طيب انا كده قاعد في الصف الثالث في الكنبه، طبعا شايفين انا قاعد ازاي، انا قاعد تقريبا يعني على الارض. طبعا الكنبه هنا مش معموله هنا نقعد الناس يقعد فيها اطوال كبيره، ممكن اطفال اكتر، او يعني اطفال عمر مثلا 10 سنين بالكثير يعني، لانها مش مريحه طبعا. مع ان انا ممكن اطلع الكرسي ده كده او الكنبه دي يعني، مش تبقى خبطه في رجلي قوي، انا كده معقول، بس اللي قدام طبعا ممكن يبقى مزنوق شويه. لو رجع عن كده هبتدي ان انا بقى يبقى مزنوق هنا. طيب تعالوا نتكلم عن انظمه الامان والسلامه في العربيه.
كالعاده هنجمعتهم في ورقه كده عشان ما انساش حاجه يعني. طبعا العربيه واخده 5 نجوم في اليورو انكاب. اول حاجه يعني العربيه فيها 6 اير باجز، فيها الكترونيك ستابيليتي كنترول او محافظه على التوازن العربيه، انظمه الفرامل طبعا الاي بي اس والاي بي دي، وبريك اسيست او مساعد الفرامله في حاله الطوارئ يعني. فيها حاجه اسمها الكترونيك ديفرنشال لوك او اكس دي اس، اللي هو شفناها في كذا عربيه من سيات، في الليون، في الاتيكا وهكذا، اللي هو بيحافظ على تماسك المحور الامامي للعربيه، بما ان العربيه يعني جر امامي، بحيث ان لو في عجله نزلت في رمله او زيت او حاجه وفقدت التماسك مع الطريق، بينقل على طول الموتور الحركه للعجله الثانيه، بحيث ان العربيه تبقى متماسكه. بيفرق في ملفات كتير قوي يعني بصراحه. التاير بريشر مونيتورنج سيستم او نظام اللي هو الحفاظ او مراقبه ضغط الاطارات. التايرنس ريكوجنيشن او العربيه تقدر تحس ان انت مثلا تعبت في السواقه ومحتاج تستريح، بتطلعك علامه في التابلو كده يقول لك اشرب قهوه او حاجه وخد بريك يعني. واخر حاجه الدايناميك ستيرنج، او ان العربيه فيها الباور بتاعها طبعا هو كهرباء، ولكن هو متغير مع السرعه اللي انت ماشي عليها. ماشي بسرعه بيتقل، بتخف السرعه الدكسون بيبقى اخف شويه. بس ده كده كان ختام ريفيو النهارده للعربيه، اتمنى يكون عجبكم. دي كده كانت نظره سريعه عن السيات تراكو، لو اتوفرت ان شاء الله تجربه سواقه اكيد هنشوفها وهنجرب نسوقها يعني. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واعملوا سبسكرايب للشانل ان شاء الله في فيديو ثانيه كتير جاي قريب. السلام عليكم.